بس انت من غير ما تاخد بالك اثرت في حد وسبت اثر كبير مكمل معاه كام سنه. تصوريش حضرتك مأثره فيا قد ايه والهمتيني كتير قد ايه من اول مره قابلتيني في الكليه. حضرتك فاكره؟ طبعا انا مش فاكره. اوكي. او ما كنتش فاكره قبل ما هي تحكي لي اه بصراحه. اه. حكيت لي ان انا كنت اول حد هي تقابله في الكليه في اوكي. الانترفيو بتاعت الجامعه عشان تدخل يعني، او القبول، عشان اه تتقبل اه. بالظبط. وحكيت لي قد ايه انه المقابله دي اثرت فيها قوي وخلتها متمسكه بحلمها انها تدخل الكليه، وخدتني كرول موديل ليها، وقالت كلام كتير حلو قوي انا مش عايزه يعني آه، اسهب فيه، بس حقيقي هي حسستني ايه ده، مم. انت ممكن تبقى مش واخد بالك احساس رائع، اصلا. اه. اه. والهمت حد، وانا يعني انت الانترفيو اكيد كان في يوم شغل صعب وزحمه وانت عندك ساعتين انترفيو هتروح تكمل شغلك في المكتب، يعني انا متاكده ان اليوم كان ماشي كده، بس انت من غير ما تاخد بالك اثرت في حد وسبت اثر كبير مكمل معاه كام سنه، ولسه بيدور عليك او بيشوفك او بيتابعك عشان تلهمه اكتر. فده يخليك طول الوقت حاسس مش بس بمسؤولية يعني تجاه انه مين بيسمعك او انت بتقول ايه، بس كمان يحسسك انه انا محتاج اكمل، انا صح محتاج صح. ما اقفش، انا محتاج حتى لو ايه اللي حاصل انا محتاجة اكمل الباث ده لاخره او ما اجيبش اخره.